6 عادات دينية هتحافظ عليها في حياتك هتغير لك حياتك جدا، وهتحس بتغيير كبير جدا في حياتك. ركز معايا كويس جدا وعرفها للناس وعرف غيرك وليك الأجر والثواب. العادة الأولى وهي قراءة سورة الإخلاص 10 مرات على قد ما تقدر. ممكن تقرأها في اليوم أكتر من مرة. لو قرأت كل مرة 10 مرات ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصر في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا كده. فكل مرة تقرأ فيها سورة الإخلاص 10 مرات اللي هي قل هو الله أحد، ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصر في الجنة. قرأتها تاني 10 مرات ربنا سبحانه وتعالى يبني لك تاني قصر في الجنة. العادة الثانية وهي قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني مفيش أي حاجة تمنع من دخول الجنة إلا الموت، يعني لو مت في اللحظة دي أنت من أهل الجنة. العادة الثالثة وهي صلاة الضحى. صلاة الضحى دي اسمها صلاة الأوابين. لو أنت صليت الضحى كل يوم وحافظت على صلاة الضحى كل يوم بتاخد حسنات بعدد مفاصل الجسم. شوف عدد مفاصل الجسم كم مفصل، تاخد بيها كل يوم أجر صدقة